تسريب الحلقة الثامنة، والانفجار يبدأ من لحظة واحدة. ماذا لو انكشف سر مساعد أمام فليحان؟ وماذا لو كانت خطة فزاع أكبر مما نتوقع؟ بعد المواجهة الصامتة في نهاية الحلقة السابعة، التوتر يتحول إلى خطر حقيقي. فليحان يعود إلى الديرة وهو يحمل معرفة خطيرة عن الماضي، ومساعد يدرك أن ظهوره يعني نهاية الكذبة التي عاش بها سنوات. لم يكن في الغربة، بل كان قاطع طريق ضمن العصابة، وإذا تكلم فليحان سيسقط كل شيء. في الحلقة الثامنة نرى مساعد يتحرك بحذر غير مسبوق، يتجنب اللقاء، يراقب من بعيد، ويحاول معرفة ما إذا كان فليحان سيكشفه أم يستخدم سره كورقة ضغط. الصراع هنا ليس بالسلاح، بل بالماضي. لكن التصعيد لا يتوقف عند هذا الحد. الفندم مراد يصل إلى الديرة مع قوة عسكرية كاملة، وهدفه واضح: كشف معمل المخدرات وضرب الشبكة من جذورها. العملية لن تكون مجرد مداهمة عابرة، بل بداية تحقيق واسع قد يطال أسماء كبيرة. وجوده في الديرة يغير موازين القوى ويضع الجميع تحت المراقبة. وفي الجهة الأخرى فزاع لا ينتظر، خطته تتحرك بسرعة. مبروك ورفيقه يبدأان البحث المكثف عن قمر وجراح داخل المدارس لتحديد موقعهما بدقة. الهدف ليس الانتقام المباشر، بل استدراج شاهين إلى فخ محكم. خطف الأبناء هو الطعم، والمواجهة الكبرى هي النتيجة. وهنا يظهر أخطر عنصر في القصة: الجاسوس الذي يمد فزاع بكل تفاصيل الديرة يظهر مجدداً، لا وجه واضح، لا هوية، وصوت مغير بالكامل. ظهوره يؤكد أن فزاع لا يتحرك وحده، وأن الخيانة أقرب مما يتخيل الجميع. كشفه لن يحدث الآن، بل سيؤجل إلى لحظة أكثر صدمة. الحلقة الثامنة تضع كل الشخصيات على حافة الانفجار. سر قد ينكشف، عملية عسكرية تقترب، خطة خطف تتحرك، وجاسوس مجهول يعبث بالخيوط من الخلف. السؤال الحقيقي ليس ماذا سيحدث، بل من سيسقط أولاً عندما تبدأ المواجهة. القادم أخطر، والأحداث تدخل مرحلة لا عودة بعدها.